الحلقة اتأخرت زيادة عن اللزوم، أنا عارف والله وغالبا مش هتجيب مشاهدات، بس أنا ما حبيتش أقطع العادة إن بعد كل حلقة هاوس اوف ذا دراجون يكون في فيديو على القناة، فمش مهم بقى. إيه المهم؟ خناقة في الطين وأولف وعودة أليس. نهاية الموسم فكرتني بنهاية جيم اوف ثرونز، بالذات نهاية الموسم السادس. الموسم خلص وأنا عارف إن المتعصبين للرواية هيتضايقوا إن إزاي غيروا كذا من الرواية وبتاع، بس هنتكلم على كل ده خلال الفيديو وهنشرح كل حاجة حصلت فيها، زي إيه المخلوق الغريب ده وأوتو محبوس ليه وفين، ورؤية ديمون الغريبة اللي بيشوف فيها دينيريس تارجيريان. فاجمع جيشك ويلا نبدأ عشان خلاص هانت كلها سنتين والموسم التالت ينزل. الاول نتكلم على الانترو عشان اكيد لاحظت انه اتضاف عليه حاجات. بعد ما كانوا ضافوا الحته دي بتاعت ايموند واقف منتصر فوق سان فاير وميلز في روكس ريست، فبعدها بنشوف فيرار في مواجهه مع جيش التنانين بتاع رينيرا. صحح لي لو انا غلطان، بس اعتقد ان دول كاراتسيس، سيلفر ويند، فيرماتش، سايرتس، فيرميثور، سي سموك ومون دانسر. بنبدأ الحلقة بسفينة من سفن التارجيريانز في ميناء مجهولة في قارة إيسوس، المنطقة الضخمة اللي على يمين ويستروس والبحر الضيق. تايلاند لانستر وزير السفن راح للتحالف الثلاثي اللي عبارة عن تحالف بين 3 مدن حرة هم مير وليس وتايروش. دول نفس التحالف الثلاثي اللي ديمون وكورليوس ولينور حاربوهم في معركة ستيب ستونز في الموسم الأول، لأن رغم إن ستيب ستونز دي عبارة عن جزر صغيرة في نص المحيط، ولكن مكانهم استراتيجي بشكل كبير جدا لضرورة تستاهل الصراع اللي عليهم. فيسيريس ما كانش عايز التحالف الثلاثي انه يسيطر على ستيب ستونز، خوفا من انهم يتحالفوا مع دورن اللي كان بينهم وبين ملوك التارجيريان صراعات كبيره من ايام غزو ايدون من يجي 100 سنه فاتوا. في الحقيقه جمجمه التنين الضخمه اللي في مرتبه دراجون ستون دي بتاعت ميراكسس، تنينه الملكه رينيس اللي ماتت بسبب رمح اتحدف عليها في الحرب الدورنيه الاولى. رينيس دي اللي هي اخت ومرات ايدون ذا كونكرر، مش رينيس الملكه التي لم تكن اللي ماتت في معركه روتسرست. اعذرني عشان انا عندي برد، بس عشان كده هو ده اللي اخر الفيديو والله. فالتارجيريانز اللي حاربوا التحالف الثلاثي لسنين دلوقتي بيطلبوا مساعدتهم. اغلب اللي كانوا في المجلس الاخضر رفضوا فكره ايموند انه يعمل تحالف مع التحالف الثلاثي، لان معروف عنهم انهم بيخونوا العهد بكل سهوله وبيعملوا اللي في مصلحتهم وخلاص. اللي هو لو جات لهم فرصه انهم يحتلوا كينجز لاندنج فهيعملوها عادي، زي ما شفنا واحد من اللي قاعدين قال لتايلاند لانستر انه يقدر ياخد العرش لو حابب. المهم الثلاث شخصيات دول ما اتقالش اساميهم، بس نقدر نفهم ان كل واحد منهم من مدينه. في الروايه التحالف الثلاثي مكون من مجلس فيه 33 مستشار، 11 من كل مدينه، فده بيخلي اتخاذ القرارات طويل ومرهق لان صعب كلهم يتفقوا على قرار واحد. فالتحالف الثلاثي عارفين ان تايلاند والخضر في حاله صعبه، فبيتشرطوا براحتهم بقى طالما هيدوهم سفن. في الروايه اسطول التحالف الثلاثي يقدر ب 90 سفينه حربيه، فهم مش عبط لانهم عارفين ان تايلاند مولوده في بقه معلقه ذهب حرفيا، لان دايما بيتقال ان اللانسترز هم رواد الذهب في ويستروس وعندهم كميات ذهب مهوله محدش لمسها. فعشان التحالف الثلاثي يضحي بسفنه محتاج يضمن انه هياخد ستيب ستونز، لانه لو اتحكم في المنطقه دي هيقدر يفرض اتاوه او ضريبه على كل السفن اللي بتعدي. بس تايلاند كان قلقان انهم ممكن يسرقوا السفن او يخطفوا التجار بتوعها ويستعبدوه، ولكنه ما كانش قدامه حل تاني غير انه يوافق على العرض، حتى لو عارف ان ايموند ممكن يقتله على انه وافق على الشروط دي. ولما كانوا المفروض اتفقوا كان في حاجه كمان، وهي ان البحاره بتوع التحالف الثلاثي مش هيروحوا من غير القائد بتاعهم شاركو لوهار. مشيها قائد بقى لاني مش متاكد من الجنس لحد دلوقتي والله. بعد ما تراجع من دراجون ستون واكتشف ركاب تنانين رينيرا الجداد، ايموند بيروح يطلع غضبه في مينا شارب بوينت اللي موجوده في جنوب دريفت مارك. شارب بوينت تحت حكم عائله بار ايمون وموالين لرينيرا. عجبني نقل المشهد من المدينه المحروقه للملك المحروق ايدون. الجراند مستر اورول بيعمل كل اللي في ايده عشان يعالج الملك بامر من وزير الجواسيس لاريس سترونج علشان يقدروا يهربوا، وده بالظبط اللي بيحصل، لان لو ايدون فضل في كينجز لاندنج فهي مساله وقت مش اكتر قبل ما ايموند يقتله، ولو ايموند ما قتلهوش فرينيرا هتقتله. لاريس حس بالخطر ان العرش دلوقتي بقى في ايد رينيرا لان عندها 3 ركاب تانيين جداد، ففرصه الخضر تقريبا معدومه، وايدون اصلا مش قادر يعمل حاجه لانه ما يقدرش يؤمر بقتل او حبس ايموند، لانه معاه الحاجه الوحيده اللي منع رينيرا من انها تبقى الملكه لحد دلوقتي، والحاجه دي هي فيدور. فولاريس بيقول خطته للهروب كانت لقطه حزينه بصراحه، لما ايدون كان بيتكلم ازاي الناس هتبص له وهو خسر. يعني انت فاهم هو خسر ايه؟ رمزي بولتون فخور بايدون دلوقتي. من حسن حظهم ان لاريس قدر ينقل دهب هارن هول كله للبنك الحديدي في برافوس، اللي هو واحد من اغنى البنوك في عالم المسلسل. فهيقعدوا في ايسوس لحد ما ايموند ورينيرا يخلصوا على بعض فيجي ايدون ياخد العرش. يعني خطه بنت. هو واضح ان ايدون كان مش في وعيه، لانه بيقول على نفسه ايدون بهدة المملكه. خلال الموسم كان بيهزر مع اصحابه على اللقب اللي المفروض يكون بتاعه، فحاجه حزينه انه سمى نفسه اللقب اللي كان بتاع رينيرا وهي صغيره، بعد ما بتسيب ولاد عمتها ايدون الصغير وفيسيريس التاني وجوفري، لانها بتحس ان في تنين قريب، فبتضطر تفضل تجري لحد ما تعدي وادي الارن عشان تلاقي التنين. المفروض ان ده التنين البري شيب ستيلر، ورينا كده بتاخد مكان شخصيه نيتلز من الروايه. ووش رينا المصدوم هنا ممكن يبقى حاجه من اتنين، يا اما مصدومه انها اكتشفت تنين لان واضح انها عندها عقده نفسيه من لما حاولت تروض سي سموث وكانت هتموت، او مصدومه لانها تعرف شيب ستيلر مثلا. في الروايه شيب ستيلر بيعيش في دراجون ستون، فاكيد رينا شافته قبل كده يمكن، ولكن عشان في اختلافات كبيره بين الروايه والمسلسل فما نقدرش نتاكد من المعلومه دي. زي برضو ما نقدرش نتاكد هي روضت شيب ستيلر ولا لا، لان ما ظهرش في الحلقه، بس انا اعتقد ان في الموسم الثالث هنشوفها مع شيب ستيلر وهتبقى اخيرا قدرت انها تروض تنين. اكتر حاجه شفنا ان هي نفسها فيها. بس ايه الدنيا مع ايدون الصغير وفيسيريس وجوفري بقى؟ يعني رينيرا هتعمل ايه لما تعرف ان رينا سابتهم؟ المفروض انهم رايحين بنتوس، فممكن رينا بعد ما تخلص مع شيب ستيلر تاخده وتروح لهم بنتوس. انا الحلقه اللي فاتت كنت مستلطف اولف، بس الحلقه دي ممكن ينافس على اكتر شخصيه بكرهها في المسلسل. يعني في شخصيات بيعبطوا وقت الجد وحبيناهم عادي زي
ايدون، ما انا بحب ايدون، كنت بحب ليتل فينجر، لكن اولف ده دمه تقيل بشكل يعني. ما عندوش اي احترام لرينيرا، وبنشوفه قاعد على الكرسي بتاعها في المجلس ورجليه على الترابيزه وقتل كميه حمام مش مفهومه، بس ممكن يعديها له عشان لسه جديد وجاي من فلي بوتوم وبتاع، بس بيعصب جيس اللي اصلا عنده مشاكل مع الابناء الغير شرعيين اللي بقوا ركاب تنانين. الحلقه اللي فاتت جيس بيقول لرينيرا ان الحاجه الوحيده اللي بتديله حق، مش هنقول الكلمه الصعبه بتاعت الحلقه اللي فاتت اللي شاف تحليل الحلقه السابعه فاهمني. المهم الحاجه الوحيده اللي بتديله حق وراثه العرش هي التنين، لان ناس كتير بتقول عليه الابن الغير شرعي لهاروسترونج، بس دلوقتي لو اي حد يقدر يركب تنين فيبقى معهوش حاجه تثبت انه من اصل نبيل، فواضح انه بيكره الركاب الجداد وبيقول لاولف انك راكب تنين ولكني اقدر اشنقك عادي. مش اسرع حاجه تتقال لواحد يقدر ياخد التنين بتاعه ويروح للخضر وكده يبقى فريقك ناقص تنين وفريق العدو زاد تنين. بعد كذا شهر من تصليح سفينه كروليوس فالاريان سي سنيك، رينيرا بتتناقش معاه ازاي انها ما تعرفش الشخصيات الجديده اللي دخلوا مجلسها دول، بس كورليوس بيقول لها ان ادم راجل نزيه، ورينيرا طبعا ما تعرفش ان الاثنين ادم والين يبقوا ولاد كورليوس الغير شرعيين. كورليوس بيقول انهم لازم يهجموا على الخضر في اقرب وقت ممكن، ورينيرا بتستهتر بقوه التنانين التانيين. اكيد في ترتيب للكلمات احسن من ده يعني. المهم الاذر تو دراجونز هم دريم فاير وتساريون. دريم فاير تنين هيلينا اللي شفنا لقطه له في الموسم الاول، بس هيلينا واضح انها مش بتحب ركوب التنانين. وتساريون هو تنين ابن فيسيريس واليسنت الرابع ديرون. في الروايه ديرون بيتبعت اولد تاون عشان يشتغل اهواجي عند اللورد اورموند هايتاور، شغلانه زي بتاعه اريا ستارك لتايون لانستر لو انا فاكر صح. رينيرا بتقول انه حتى لو متدرب كويس فالتنين بتاعه قد تنين جيس فلسه صغير على المعارك. كروليوس بيقرر انه يسمي السفينه بتاعته بدل سي سنيك لذا كوين هو نيفر ووز، او بدل تعبان البحر الملكه التي لم تكن، طبعا تخليدا لذكرى مراته رينيس اللي كانت هتبقى ملكه لولا التصويت لفيسيريس في المجلس الاعلى سنه 101 بعد الغزو. فتروليوس كل حاجه عملها في سفينته لما كان اسمها سي سنيك كان عشان مجده الخاص، ولكنه دلوقتي بعد ما سماها ذا كوين هو ريفر ووز هيكون كل حاجه هيعملها تخليدا لذكرى رينيس تارديريان. بس سؤال الموسم كان دايما هيعمل ايه بجيشه لما يجمعه؟ هل هياخده لنفسه ولا هيقدمه لرينيرا؟ الحلقه اللي فاتت اللورد اوسكار تولي بيقدم ولاءه لرينيرا، وبنقدر نشوف الجيش بتاعه بره اسوار هارين هول. المكان في هارين هول بقى زحمه ومليان ناس، وبنشوف ديمون بيقول للورد بايبر انه يستعد لجمع جنوده خلال يومين رايحين كينجز لاندنج. في اخر الحلقه بنشوف كذا جيش في مسافه قريبه من هارين هول. عندنا جنود كريستن ودوين، الهايتاورز، اللانسترز، الليفوردز، الستاركس، واكيد جنود الريفرلاندز. هنتكلم على الجزء ده بالتفصيل في اخر الفيديو. بعدين عندنا سايمون سترونج، بحبه الراجل ده، تحسه شقيان عشان يجوز بناته كده. لورد قلعه هارين هول بيقول لديمون ان السير الفريد بروم وصل من دراجون ستون، واول كلمه ديمون رد بيها كانت انترستنج. ديمون كان حاسس ان الفريد عنده نوايا شمال، وده بالظبط اللي بيحصل لما الاتنين بيتكلموا قصاد شجره الالهه. بس قبل ما نكمل الفريد بيقول انه سمع صوت، ده نفس الصوت اللي ديمون بيسمعه طول الموسم وكان موجود في اغلب احلامه. اعتقد انها اليس ريفرز بتتصنت على كلامهم. مثلا الفريد بيقول ان هو رجالته هيبقوا في صف ديمون لانه لازم ياخد هو الحكم بدل رينيرا لانهم محتاجين ملك مش ملكه، وديمون ما بيردش عليه. لما رينيرا بتوصل هارين هول وديمون بيركع عليها تقدر تشوف الفريد بيستخبى وسط الجنود، فهل ديمون هيعدم الفريد بصفته خاين ولا هيعدي الحوار؟ جاسبر وايلد وزير القانون بيقول لايموند ازاي رينيرا قدرت تاخد ركاب التنانين الجداد بتوعها من كينجز لاندن لدراجو ستون، فايموند بيقول ان كل المراكب في كينجز لاندن تتفتش وده هيعطل توصيل الاكل للمدينه اللي هي اصلا في المجاعه. فايموند بيقول واضح ان ايموند مش مهتم بالعامه، لان في الحلقه السادسه لما بيعرف ان الناس جعانه وخايفه من الحرب بيقول يعني حتى جاسبر اتضايق من رد فعل ايموند على الكلام. بس تعالى نتكلم على هيلينا. في الموسم الاول والثاني كان واضح انها بتشوف رؤى مستقبليه، بس في الحلقه الثامنه شفنا حاجات مختلفه بتشوفها بتسال ليه الناس بيكرهوهم بسبب ان من كام حلقه هي وامها كانوا هيموتوا بسبب هجوم العامه عليهم، رغم ان رينيرا هي اللي موقفه عن شعب كينجز لاند سفن الاكل والشرب وهي اللي مجوعاهم، ولكن الناس لسه بيلوموا اللي في الريد كيب. هنا بتعرف ان ايموند الحلول انتهت بالنسبه له لما بيطلب من اخته انها تروح معاه للمعركه بالتنين بتاعها دريم فاير. ايموند بيهجم عليها وبيشدها من غير اي احترام انها الملكه. بالنسبه لايموند ان الناس من عامه الشعب يكونوا ركاب تنانين دي خطيئه كبيره لازم يعاقب عليها، وعشان يعمل كده بيطلب من هيلينا انها تروح معاه، ولكن اليسنت اللي كانت دايما في صف هيلينا مش هتسيبها تعمل حاجه غصب عنها زي دي. ايموند راح حرق مدينه كامله وقتل المئات من الناس عشان بس يسترد كرامته. اليسنت مش عايزه هيلينا تكون جزء من القصه دي كلها، وهيلينا نفسها بتقول له انها مش هتحرق الناس، فاليسنت بتقرر انها تتصرف بنفسها وبمساعده الميستر اورول بتروح دراجون ستون. ده تغيير كبير عن الروايه بس هنجيله كمان شويه. الراجل الطيب اللي احنا بنكرهه تريستان كول ماسك المباركه بتاعت اليسنت اللي اخدها منها من كام حلقه فاتوا. اليسنت انقذته من الانتحار بعد ما قتل السير جوفري حبيب لينور في فرح رينيرا ولينور، وبرضه قال انها انقذته من انه يتعدم. فواضح ان اليسنت اقنعت الملك انه يعفو عن تريستان بعد حادثه الفرح دي. لوين حس ان تريستان كان بينام مع اخته ولقاها فرصه انه يواجهه، بس تريستان كان شبه توم هنا اللي هو مكتئب وحزين وعايز يموت، وقال ان حياته كانت عباره عن كذبه وان رغبته في الستات دمرته، ودلوقتي رايح يحارب تنانين بتحرق الجنود كانهم عيدان كبريت. فكان واضح ان تريستان متدمر، وقال ان موضوع الشرف ده اي كلام ومفيش حاجه اسمها كده. كلامه خلى لوين يقعد جنبه ويقول له يا اسطى انا اتجننت. تايلاند بيكسب لوهر في المعركه بتاعتهم دي فكسب احترامه، حتى لوهر عرض على تايلاند انه ينام مع مراتاته. حاسس اني مش مرتاح وانا بتكلم يعني. الخطه انهم يعملوا الهجوم تاني يوم لان لوهر متحمسه انها تقابل الراجل اللي هاجمها في ستيب ستونز كروليوس فالاريان.
بيلا بتقاطع الازمه الوروديه بتاعت جيس انه حاسس ان حياته بلا معنى طالما اي حد يقدر يبقى راتب تنين، بس بتقول له انك عادي تكون ملك وانت ابن غير شرعي، فبدل المناحه اللي انت عاملها دي روح اثبت انك وريث حقيقي للعرش وخد مكانك جنب امك. رينيرا بتستقبل الركاب الجداد بمائدة طعام اللي هي حاجة عادية، بس بالنسبة لأولف وهيو مش عادية لأنهم جايين من مجاعة أصلا. رينيرا بتقول لهم إنهم لازم يبدأوا الهجوم رغم إنهم ملحقوش يتدربوا كفاية، بس لازم يهجموا والخضر في حالة ضعف. طب هنعمل إيه؟ يعني شوية جرائم حرب ومجازر. رينيرا عايزة تولع في أولد تاون ولانسبور خلال يومين، حاجة هي بتقول إنها ضرورية عشان تكسر إرادتهم وتخليهم يتراجعوا ويركعوا لها، لأنها متخيلة إنها لما تقتل شوية أبرياء دلوقتي ده هيمنع قتل ناس أكتر في معارك مستقبلية. لاحظ ان في اتنين على السفرة اعترضوا على فكرة رينيرا، هيو وبيلا، لكن اولف مستعد للحرب. الراجل اللي كان بيعيط من الخوف الحلقة اللي فاتت دلوقتي بيقول انه مش خايف من حاجة وانه يقدر يخلص على فيجار بطوله. بس خطة رينيرا دي بتتركن لما بيجي رسالة من السير سايمون سترونج بيقول لها انه خايف من ان ديمون يخونها. ونسبة ديمون فبنشوف أليس بشكل غريب قاعدة على سريره وهو نايم، ولاحظ انها كانت بتعيط، غالبا لانها كانت شافت الموت والخراب اللي هتوريه لديمون في المشهد اللي بعدها لما يلمس شجره الالهه. المهم بتاخده بره لشجره الالهه وبيلمح كائن غريب كده. انا حاولت اقرب الصوره واعلي الاضاءه عشان اعرف ايه ده، وده اللي قدرت اوصل له. عنده قرون وبيعمل صوت حوافر وهو بيمشي وشكله غريب، ما اعتقدش ان ده من اطفال الغابه لانهم شكلهم اصغر وشبه البشر اكتر، بس لو عايز احدد ده ايه فانا بحثت ولقيته اقرب حاجه للوينديرو، ولما تبدا تبحث عن الوينديرو بيرمز لايه فاعتقد انك هتتفق معايا. فاكر لما أليس قالت ان المكان ده بيظهر حاجات مش حقيقيه للناس اللي بتركز؟ فده غالبا كائن مش حقيقي لان الوينديروز عمرهم ما كان ليهم وجود في عالم جيم اوف ثرونز، ولكنها حاجه رمزيه اكتر، لان في الثقافه الامريكيه الوينديروز بترمز للاندفاع للمناصب اللي فيها الملك والفلوس والسمعه الكويسه، كمان بيرمزوا للفتنه والخراب. دايما الموسم ده بيمثل اغلب الصفات دي. قصته كلها الموسم ده عباره عن انه عايز يكتسب قوه وجيش، وسمعته انه بيدمر اي مكان بيروحه وبيخربه. عشان كده فيسيريس ما رضاش يخليه المساعد بتاعه في الحلقه الاولى من الموسم الاول، وده اللي خلى ديمون يتمرد عليه. أليس قالت ان الوقت اللي ديمون قضاه في هارين هول غير فيه حاجات كتيره، لانه وصل هارين هول وهو مفكر ان الناس اول ما هتشوفه هتركع له، ولكنه اكتشف ان الدنيا ما بتمشيش كده. بنشوفه ما بيتريقش لما أليس بتجيب سيره السحر واللعنه والكلام ده، لان فترته في هارين هول خلته يجرب كل الحاجات دي فعليا. ديمون قضى حياته كلها بيحاول يغير في مصيره، ولكن اللي أليس هتوريهوله دلوقتي هيفهمه ان المصير مكتوب ومش هيتغير، وهو مجرد شخصيه في اللعبه او القصه زي ما هيلينا قالت، فالمفروض يلعب دوره وخلاص من غير تأليف من عنده. وعشان كده الانترو بتاع المسلسل عبارة عن نسيج من القماش، وده كان بيستخدم في حكي القصص. دايما بيلمس وش شجرة الآلهة اللي بشكل غريب منحوت شبه وش كاتب عالم جيم اوف ثرونز جورج ار مارتن، كأنه ربط بين الشجرة والكاتب، ان هو يعني الشجرة هتحكي حاجات لسه مش هتحصل والكاتب برضه بيحكي الحاجات اللي لسه مش هتحصل. الدم بينزل على ايده، وهنا بنعرف ان الدم اللي شفناه على ايده خلال الموسم ما كانش دم حقيقي، ولكنه كان دم شجرة الآلهة اللي دايما بيشوفه. بنحس انها رؤى من المستقبل، بداية من الجذور اللي عليها دم دي بتوصل لشخص اسمه بريندان ريفرز او اللورد بلاد ريفن. الشخصية دي اتولدت بعد 40 سنة من نهاية رأس التنانين. هم ما وضحوش سواء في المسلسل ده او في جيم اوف ثرونز هل بريندان ريفرز هو 3 ايد ريفن اللي عرفناه في جيم اوف ثرونز ولا لا، بس بنشوف هنا حرفيا غراب عنده 3 عيون، فاعتقد انهم نفس الشخص فعلا. الثري ايد ريفن عباره عن قائد اطفال الغابه، وعنده قوه سحريه زي التاثير على الحيوانات والبشر كمان احيانا ورؤيه المستقبل، واعتقد انهم اضافوه في الرؤيه كمان لان بريندن شخصيه موجوده في المسلسل اللي هينزل قريب، فارس الممالك السبع ذا هيدج نايت. دايما بعدها بيشوف مشهد بعد انتهاء معركه لاحظ ان في تنانين كتيره ميته. لو حابب تعرف دي معركه ايه وايه التنانين دي فاستنى للاخر معايا عشان نتكلم براحتنا اكتر، وبرضه نتكلم على مشهد ديمون وهو بيغرق في الميه ده. بعدين بنشوف المشهد ده بتاع نبوءة أغنية الجليد والنار، إن في نجم دامي هيبشر بقدوم الأمير الموعود. في لغة الهاي فاليريان مفيش فرق بين كلمة أمير وأميرة، هي نفس الكلمة، وأنا بقول ده لأنها نقطة مهمة هنرجع لها برضه. المهم النبوءة دي اتقالت من فيسيريس لرينيرا وهي صغيرة على الشخص اللي هينقذ البشرية من القوة الباردة المظلمة اللي هم الوايت ووكرز اللي شفناهم برضه في الرؤية. بعدين بنشوف 3 بيضات فوق النار ودول بتوع دينيريس تارجيريان. ده مش شرط إن دينيريس هي الأمير أو الأميرة الموعودة، زي ما قلت لك الكلمة ما بتفرقش بين ذكر وأنثى، بس بنشوفها مع تنانينها ال3 درورون ريدال وفيسيريون. بعدين ديمون بيشوف رينيرا قاعدة على عرش قبل ما هيلينا كمان تدخل في الحلم اللي بتقول له انه عارف دوره في القصه، فواضح ان الغرض كله من الرؤيه دي ان دايما يرجع لعقله تاني وياخد صف رينيرا، لان ده القدر والمكتوب اللي هو ملهوش اي تحكم فيه. ولاحظ ان هيلينا بتظهر في الرؤيه اللي في هارين هول بنفس اللبس بتاعها في الحلقه وهي في كينجز لاندنج، فيمكن هيلينا كانت قاصده انها تدخل الرؤيه بتاعه دايمون عشان توصل له رسالتها، لاننا عارفين من الروايه والمسلسل ان هيلينا اسمها هيلينا الحالمه، وانها شخص بيقدر يتوقع المستقبل، بس واضح انهم ادوها قوه جديده وهي انها تدخل جوه الاحلام والرؤى وتتواصل مع ناس في اماكن بعيده. بنشوف هيلينا برضو خلال الحلقه بتقول لايموند انه هيموت زي ما أليس قالت لديمون في الحلقه الاولى من الموسم الثاني، فهل هيلينا وأليس في بينهم رابط ولا الاتنين عندهم نفس القوه؟ هنشوف. بس في فجوه هنا برضو ان هيلينا لو عارفه المستقبل فازاي ما وقفتش قتل ابنها جيهيرس قبل ما يحصل، او هجوم ايموند على ايرون اخوها وجوزها؟ يا ريت يجاوب على النقطه دي تحديدا في الموسم الثالث، لان واضح انها ما بتفهمش احلامها لحد ما بتتحقق مثلا او حاجه زي كده. ايموند بيجي لها تاني وبيطلب منها انها تركب تنينها وتروح معاها هارين هول، ولكنها بترفض. بنشوفها عارفه ان ايموند المسؤول عن اصابه ايدون في معركه روتس ريست، وعارفه انه نفخ فيه النار، وفي النص بترمي نبوءه تانية كده وهي ان ايدن هيرجع الملك تاني. ما تعرفش هل كانت بتغيظ ايموند ولا بتتكلم بجد وبتقول انه حاليا قاعد على عرش خشبي، قصدها على سريره او العربيه الخشبيه اللي بيهرب فيها في نهايه الحلقه.
بعدين بتقول لايموند انه هيقع في عين الالهه، تلميح للبحيره اللي موجوده في جنوب هارين هول، فده معناه حسب كلامها ان ايموند هيموت قريب من البحيره دي. فايموند بيهددها وبيقول لها انها خاينه، ولكنها ما بيفرقش معاها لان ده مش هيغير مصيره. فمن الواضح كده ان هيلينا مش هتشارك في الرقصه، وكده كده هي في الروايه ما بتشاركش برضه. في الحقيقه هي في التوقيت ده في الروايه بتكون فرضت عقلها بسبب موت ابنها جيهيرس، فده جزء احنا لسه ما شفناهوش منها في المسلسل. رينيرا لما بتسمع ان في خيانه في هارين هول بتسافر وبتاخد معاها ادم وسيس موت. لاحظ انها اخدت ادم مش جيس لانها لسه خايفه عليه، وهي عارفه ان المقابله مع ديمون ممكن يكون فيها خطر. رينيرا بتشوف الجيش الضخم حوالين هارين هول، والسير سايمون سترونج بيستقبلها وبيوصلها لديمون. لاحظ ان مفيش حد راجع لرينيرا لما بتدخل وبيشوفوها رغم انها المفروض ملكتهم، فده بيسوق الوضع اكتر عشان نشوف هل ديمون هيخون مراته وهياخد الجيش لنفسه ولا ايه. لان الجنود دول اقسموا بالولاء لديمون ومش رينيرا، ولكن لو ديمون اقسم بالولاء لرينيرا فبالتالي كل جنوده بقوا موالين اتكلم بالراحه بقى. لان الجنود دول اقسموا بالولاء لديمون ومش رينيرا، ولكن لو ديمون اقسم بالولاء لرينيرا فبالتالي كل جنوده بقوا موالين لرينيرا، فاهمني؟ فالمهم قصادها كلهم بنشوفه بيرجع لرينيرا، وعشان يخلي كلامهم خاص بيتكلم مع رينيرا هاي فاليريان، بيقول لها ان دي مجرد البدايه لمعركه اكبر، وان وينتر از كامينج وهيجيب معاه الظلام والخراب والكلام اللي احنا حفظناه من جيم اوف ثرونز ده. فالكلام ده بيخلي رينيرا تقول له انه بيتكلم زي ابوها. فخطاب ديمون لجنوده بيقول انهم مع رينيرا لحد ما يموتوا او لحد نهايه قصتهم. كلمه قصه هي الكلمه اللي هيلينا قالتها لديمون في الرؤيه بتاعته، بس رينيرا بتقول له تسيبني تاني وانت حر بقى، بس بيقول لها ما اقدرش انا حاولت وما اعرفش ايه وبتاع كده. بعدين بنشوف كرولوس وسفينته الملكه التي لم تكن. كرولوس عايز يتاكد ان مفيش مشاكل بينه وبين المساعد بتاعه الين اوف هول، بس كرولوس زهق من سكوت الين وانه متبلد المشاعر، وده بسبب ان الين عاش سنين من الحقد وهو بيكبر شايف ابوه بيربي ولاده التانيين وسايبه يعاني انه يلاقي مأوى واكل. انا صوتي ابتدى يروح واضح ان دلوقتي بس لما كروليوس مراته وعياله الاتنين ماتوا افتكر انه له ابن اسمه الين بقى، كانه ستيبن يعني بيجيله لما يحتاجه بس. فعشان كده الين بيقول If I survive this war, I'll continue as I began, alone. رينيرا ووزيرة الجواسيس بتاعتها ميساريا بيتناقشوا على الحرب الكبيرة اللي جاية. الخطة بتاعتهم هتسبب موت آلاف الرجالة والستات وحتى الأطفال البريئة، ولاحظ إن ميساريا قالت لها إن الآلهة معاكي وبتاع. خلال الموسم رينيرا بقت بتستخدم كلام ديني على عكس لما كانت صغيرة في الموسم الأول كانت أبعد ما يكون عن التدين. بس الموضوع هنا يقلق لأن رينيرا رايحة تعمل جرائم حرب وهي شايفة إن الآلهة معاها، فهي كده هتعتقد إنها بتعمل حاجة كويسة، زي كنيست السبعة لما سيطرت على كينجز لاندنج في الموسم الخامس والسادس من جيم اوف ثرونز. كانوا بيستخدموا كلمة الدين عشان يبرروا أفعالهم المتطرفة، فشكل رينيرا رايحة لنفس السكة. المهم بالليل رينيرا بتصحى على صوت الحارس الشخصي بتاعها وبنشوفها بتتخض لأن آخر مرة رينيرا صحيت على صوت الحارس الشخصي بتاعها برضه كانت هتتقتل. في تغيير كبير عن الرواية بنشوف أليسنت هايتاور بتخاطر بحياتها وبتروح دراجون ستون عشان تحاول تعمل صفقة للسلام، لأنها بتشوف قد إيه ايموند بقى خطير وولادها التانيين كمان في خطر، ايدون هيلينا وديرون، سواء خطر بسبب ايموند أو بسبب الحرب. أليسنت عمرها ما كانت بتاخد قراراتها، اتغصبت على جوازها وعلى كل حاجة عملتها، وكانت معتقدة إنها لما تعمل اللي بيتقال لها فهي كده في أمان. عشان كده كانت بتحقد على رينيرا لأنها كانت دايما بتعمل اللي هي عايزاه ومش مهتمة بكلام حد. فيمكن عشان كده أليسنت فضلت متمسكة بطوب الفضيلة كأنها بتتحدى رينيرا، تحدي بين الخير والشرف متمثل في أليسنت والشر والخطيئة متمثل في رينيرا. أليسنت بتقول إنها لما سابت كينجز لاندنج حست إن في حمل اتشال من على ظهرها، وإنها كانت عايزة تكون حرة من جو المؤامرات اللي عايشة فيه ده وتاخد بنتها وحفيدتها بعيد عن كل ده. بس دلوقتي رينيرا هي اللي قالت لها إن الكلام ده متأخر. أليسنت هي السبب في كل ده أصلا، فهي دلوقتي مفكرة إن الموضوع هيتحل بكوباية شاي وساعتين جد. أليسنت بتتكلم على فيسيريس وازاي رغم انه كان متجوزها الا ان عمره ما بطل يحب مراته الاولانيه ايما. في الموسم الاول لما فيسيريس بيتعب بنشوفه بيبوس خاتم ايما دلاله على انه لسه بيفكر فيها. فأليسنت بتقول انه اختار رينيرا الوريثه بتاعته بسبب انها بنته من مراته اللي بيحبها ايما، وده معناه انه لو كان خلف ولد من ايما كان هيخليه هو الوريث بتاعه. his love for her that kept him resolute in his choice of her. أليسنت خطتها المجنونه هي لما ايموند يروح لكريستان كول في الريفرلاندز، هيلينا وقتها هتكون هي الملكه، فهتفتح ابواب كينجز لاندنج عشان رينيرا تقدر تدخل المدينه من غير ما حد يموت وتاخد العرش. وكمان بتقول انها هتخلي ايرون يرجع لها. انا مش عارف ايرون هيرجع ازاي بمنظره ده، بس أليسنت عارفه انها بخطتها دي مش هتقدر تهرب من ان ايرون لازم يموت، حتى لو رينيرا مش عايزه تموته فلازم برضه لانه عمل خيانه كبرى. فأليسنت لازم تختار هل هترجع كينجز لاندنج تاني ويبقى سفرها ده ملهوش لازمه، ولا هتعمل التضحيه الكبرى ابن مقابل ابن. وبص على رينيرا هنا عينيها مدمعه لان أليسنت مهما كان برضه فهي صديقتها القديمه وعارفه وفاهمه وجع خساره الابن. بس أليسنت ما بتقولش اي حاجه هنا، وبعدين بتقول خلال 3 ايام رينيرا تروح الريد كيب وتاخد العرش والموضوع ينتهي. التاريخ هيذكر أليسنت انها كانت ملكه سيئه وملكه اسوأ، لكنها مش مهتمه وما عندهاش اي رغبه او طموح لحاجه تانية غير انها تكون حره وتشم شويه هوا وتموت في سلام. بعدين بنشوف لقطات سريعه لكل الشخصيات وهما بيستعدوا للحرب، وده معناه ان الموسم الثالث هيبقى دمار من اوله. بنشوف ادم وأولف بيلبسوا الدروع بتاعتهم عشان عندهم مهمتين في اولد تاون ولانسبور. رينا اخيرا بتلاقي شيب ستيلر وريشل هايتاورز في طريقه للشمال وفوقهم تنين ديرون تساريون.
اخر كام حلقه المجلس الاخضر قال اكتر من مره ازاي جيش اللورد اورموند هايتاور اتهجم عليه من عائله البيسبري. اللورد بيسبري كان وزير العمله السابق اللي كريستين كول قتله يوم وفاه فيسيريس. فواضح ان التساريون حمى جيش الهايتاورز من البيسبريز، ودي اول مره بنشوف فيها تساريون في المسلسل حتى ولو ثواني. جيش الستاركس اغلبه كبار في السن زي ما تيريون ستارك قال في الحلقه الاولى من الموسم ده. المسافه كبيره قوي بين وينترفيل وذات وينز لدرجه ان السفر اخد منهم 8 حلقات كاملين، ولكن هم كبار في السن ولكن عندهم خبره اكبر في القتال، وزي ما قلنا بيعدوا من كوبري ذات وينز اللي هو مكان عائله الفريز اللي جيس عمل معاهم اتفاق في الحلقه الخامسه من الموسم ده انهم يسيبوا الستاركس يعدوا وبعد الحرب يقدروا ياخدوا هارين هول. بعدين بنشوف جيش جيسون لانستر مع لورد ليفورد عند النهرين دول، ولو تفتكر جيسون قال انه هيخلي نهر الريد فورك احمر فعلا بالدم، فاعتقد انهم هنا، وغالبا اللي هناك دي هارين هول. اخر حاجه كان ايموند امر جيسون انه يروح هارين هول بجيشه حتى لو معهوش حمايه من تنين، فالوضع هيكون صعب لو تنين من فريق رينيرا طلع عليهم. ديمون لابس الدرع بتاعه وبيبص على جيشه، فواضح ان الحرب اقرب من اي وقت فات. تايلاند في البحر مع لوهار والاسطول بتاعها مش مهم، ما عرفناش عمل ايه مع مراتات لوهار. الان وكورليوس في المركب رايحين لسفينه الملكه التي لم تكن اللي اخيرا هنشوفها في البحر. واهم واحد في الليله دي مساعد الملك القديم اللي ما شفناهوش من الحلقه الثانيه من الموسم ده، اوتو هايتاور. حاسس ان نبطشي في فرح يعني، واضح انه محبوس في زنزانه او سجن، محدش يعرف عنه حاجه من ساعه ما ايدن طرده من كينجز لاندنج. بس لو هخمن مين اللي حبسه فاعتقد انه لاريس سترونج. لو تفتكر ايموند قال للاريس انه يدور على اوتو عشان ايموند يخليه المساعد بتاعه، بس لاريس ما كانش عايز كده، لاريس كان عايز يكون هو المساعد. فاعتقد ان وزير الجواسيس لقى اوتو وحبسه. لو ده اللي حصل فاعتقد انه هيكون له اثر كبير على الاحداث في المستقبل، وربما يكون اوتو في طريقه لايسوس لان لاريس وايدون رايحين ايسوس. بمناسبة لاريس وايدون الاتنين سابوا كينجز لاندنج في عربية غربان، الطريق لايسوس طويل، فهنشوف هل هيقدروا يوصلوا ولا هيحصل حاجة في الطريق. عايز اشوف الموضوع ده هيعمل ايه في خطة اليسنت لانها وعدت رينيرا انها تقدر تقتل ايدون، فلما رينيرا تيجي وتلاقي ان ايدون مش موجود اكيد هتفكر ان اليسنت ليها ايد في تهريبه. بس الموسم بيخلص على مشهد للبطلتين بتوع القصه بشكل عام سواء الموسم الاول او الثاني. اللقطه دي فشيخه، عندنا رينيرا واقفه تحت وحجمها صغير لانها جزء من صوره اكبر فيها تاريخ عائلتها كلها وكل قصص التارجيريان، بتحوطها في اللقطه دي وهي واقفه بتبص على جمجمه التنين مات من عشرات السنين. بعدين بنشوف اليسنت وهي حره وبتتنفس هوا زي ما نفسها تكون من غير ما تبقى محبوسه جوه القلعه زي السنين اللي فاتت كلها. تحذير بالحرق عشان هقول كلمتين على رؤيه ديمون، فلو مش عايز يتحرق عليك حاجه ممكن تكون مهمه من وجهه نظرك اقفل الفيديو احسن، انا يعتبر خلصت. تمام. اللقطه دي اعتقد انها معركه تامبلتون، لان لو انا مش غلطان فده سي سموك بيموت في المعركه دي مع فيرميثور وتيساريون، فده سبب ان في اجنحه تنانين تانية في الخلفيه. ادم فاليريان وهيو هامر والامير ديرون كلهم بيموتوا هم كمان زي تنانينهم. بعدين اللقطه دي لما ديمون بيغرق في الميه، ديمون وايموند بيموتوا وهما بيحاربوا بعض بالتنانين في معركه اتسمت باسم المعركه فوق عين الاله اللي هي البحيره اللي موجوده في جنوب هارين هول. الموسم الثاني كان واضح انه مقدمه بس للفوضى والدمار اللي هيجي بعده. بس انت ايه رايك في النهايه؟ حابب اسمع رايك في الكومنتس وقول لي متوقع الموسم الثالث هيكون عامل ازاي. وفي فيديوهات تانية جايه عن عالم المسلسل زي مثلا فيديو ايه اللي ممكن نتوقعه للموسم الثالث، وفيديو ليه النهايه ما كانتش افضل حاجه. فخليك متابع واعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك الفيديوهات اول باول. وكنت عايز اقول ان الانساب اتفتح في القناه، هسيب لك اللينك في الديسكربشن، هتلاقي مميزات حصريه وحلوه انا متاكد انها هتعجبك ومش هتندم صدقني، خصوصا لو حابب انك تساعد على انتاج الفيديوهات في القناه وبمبلغ زهيد جدا يعني ما يعتبرش حاجه. وانا كده خلصت، السلام عليكم.